لا بد أن تكون في حال بعد الإحرام. هذا الحال نقتبسه من هدي السلف الصالح. كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه، من كثرة خشوعه وخضوعه وإقباله على أمر عظيم، أنه لم يكن يتكلم في أمر من أمور الدنيا حتى يتحلل من هذا الإحرام. وورد عن شريح رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين أنه كان إذا أحرم كان كالحية الصماء من كثرة الصمت والتأمل والاشتغال بالذكر والخشوع لله رب العالمين. وحج مسروق ابن الأجدع التابعي فما نام إلا ساجدا يغلبه النوم في سجوده فينام لطول قيامه بين يدي الله رب العالمين. هذا كان حال السلف رحمهم الله تعالى، أنهم رحمهم الله تعالى حينما يدخلون حالة الإحرام كانوا خاشعين متذللين لله رب العالمين، خاضعين لربهم جل وعلا. فحينما تقوم بهذا النسك العظيم بأول المناسك وهو الإحرام لابد أن يظهر عليك الخشوع والخضوع، وأن تترك التفكير في أمور الدنيا، وعليك بالإقبال على الله جل وعلا. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله في لقاء آخر.